عن شغله وبس. أنا بقى متجوزة بقالي سنة بالظبط، بس لسه يعني ربنا ما رزقنيش بأطفال، وعملت كل حاجة ممكن أي حد يتخيلها. كشفنا عن دكاترة كتير قوي، وعملنا كل حاجة، وكل الدكاترة يقولولنا انتم كويسين ومفيش حد فيكم عنده أي مشكلة طبية. حياتي بصراحة كانت ماشية كويس جدا وحلوة، بس كان موضوع الخلفة ده أكتر حاجة مضايقاني، خصوصا بقى إن حماتي كل شوية تتكلم وتلقح عليا بالكلام، وأنا كمان ما بقيتش حابة إن أنا أنزل عندها بسبب الموضوع ده. وبصراحة تعبت نفسيا لحد كده من حوالي 4 شهور بالظبط. بدأت كده أحلم أحلام غريبة، وكنت كل يوم بالليل بصحى مرعوبة، وخصوصا إن جوزي بيبات بره في الشغل يعني بتاعه، وبيرجع الصبح، وبكون نايمة لوحدي في الشقة كلها. ومخبيش عليكم لما بدأت أحلم الأحلام دي حاولت في الأول إن أنا أتجاهل الموضوع وما اهتمتش، بس الأحلام دي فضلت مستمرة معايا كتير، لدرجة إن أنا بقيت أحلم تقريبا كل يوم، وكنت بحس إن في حد بيجي يكتفني ويخليني مش قادرة أتكلم ولا أتحرك، وأحس إن في حد بينام معايا وجنبي وبيعمل علاقة كاملة كأنه جوزي بالظبط. وكنت بحس بكل حاجة كأن فعلا في واحد نايم معايا على السرير، وبحس بكل حاجة بيعملها. في الأول أنا كنت ببقى خايفة من الأحلام دي جدا، لأنها كانت بتجيلي، بس مع الوقت يعني ومع اللي بقى يحصل لي في الحلم خلاص عرفت ايه اللي هيحصل، بقيت استمتع بالموضوع أكتر. وفضلت على كده بصراحة حوالي شهرين، وما حكيتش لحد عن أي حاجة بتحصل معايا خالص، ولا كنت عارفة ايه ده. بصراحة كنت مكسوفة أحكي لحد عن اللي بيحصل معايا في الحلم، بس برضه في نفس الوقت أنا كنت عاوزة أعرف إيه اللي بيحصل معايا ده، وليه أنا اللي بيحصل معايا كده. لحد ما في يوم من الأيام حكيت لواحدة صاحبتي دي مقربة ليا قوي، بعتبرها أختي يعني، اسمها داليا، وعارفة إن هي هتكتم سري كويس قوي ومش هترضى تقول لحد. وحكيت لها على كل اللي بيحصل معايا في الحلم. قالت لي دي حاجة اسمها جن عاشق، وده غلط، ولازم تروحي لأي حد علشان يعالجك، شيخ يعني. قلت لها بس انا معرفش حد ومليش في الحاجات دي انت عارفة. قالت لي طيب بصي يا ستي، انا هسألك على حد، ولو كده ما تقلقيش انا هروح معاكي. في الاول انا بصراحة اترددت شوية، وبصراحة كنت خايفة اروح على حد يعني زي الناس دي، بس في الاخر كنت مضطرة ان انا اوافق. وبعد 4 ايام لقيت داليا بتكلمني وبتقولي انها وصلت لحد شغال في الحاجات دي وبيعالج وشاطر. قلت لها طب هو انتي تعرفيه يعني معرفة شخصية وكده؟ قالت لي لا، انا معرفوش معرفة شخصية ولا حاجة. قالت لي انها جابت رقمه عن طريق النت، بس قالت لي ما تقلقيش. المهم داليا اتصلت بيه وحددت معاه ميعاد، وقال لها ان هو ما عندوش وقت خالص فاضي الاسبوع ده، فحددنا يوم الاربعاء الاسبوع اللي بعده، وادالنا العنوان بتاعه بالتفصيل. وساعتها بقى كنت خايفة، ما كنتش عارفة أقول له جوزي ولا لأ. سألت داليا، قلت لها أقول لجوزي يعني؟ قالت لي بصي، ما اوعي تعرفي حد حاجة، واحنا كده كده يعني مش هنتأخر هناك، كأنك رايحة الشغل بتاعك ومحدش يعرف حاجة. قلت لها خلاص تمام. وفضلت مستنية يجي يوم الأربع وأنا عمالة أفكر في الموضوع، وبصراحة كنت خايفة جدا لأني أول مرة في حياتي أتعرض للموقف ده أو ألجأ لحد في حاجة زي كده. فرحت متصلة بداليا وقلت لها انا قلبي مقبوض قوي وخايفة اروح له. قالت لي يا حبيبتي ما تخافيش، والله انا كده كده هكون معاكي، فخايفة من ايه بقى؟ المهم قاعدة تطمني لحد ما نهديت. ويوم الاربعاء الساعة 11 لقيت داليا بتتصل بيا على التليفون، وقالت لي ان احنا خلاص اتفقنا معاه فلازم ننزل. قلت لها تمام، هنزل معاكي، بس استني بس اما جوزي يروح الشغل بتاعه وهنزل. ونزلت طبعا، قابلت داليا على الساعة 4 وركبنا ورحنا المكان الراجل اللي كان مديهولنا. دخلنا في الأول كده، البيت كان عبارة عن بيت قديم قوي، والبيت ده كان عبارة عن دور واحد، دور أرضي، وفيه شقة واحدة. وراحت داليا مطلعة الموبايل بتاعها يعني ومتصلة بيه، وقالت له احنا خلاص وصلنا، واقفين قدام في مدخل البيت. فجأة كده لقينا باب الشقة اللي قدامنا اتفتح، وواحد راح قال لنا تعالوا اتفضلوا.
طبعا أنا لما دخلت كنت فاكرة ان انا بقى هلاقي راجل عجوز او كبير في السن زي ما كنت بشوف في الافلام زي ما انتوا عارفين، لكن بالعكس انا لقيته شاب عنده حوالي 35 سنة. فاستغربت. المهم دخلنا وقعدنا، والشقة كانت مليانة كده كتب قديمة وصور غريبة متعلقة على الحيطان. قعد معانا وقعدنا نتكلم وندردش شوية. ما حسيتش انه واحد يعني من حد من الناس بتوع الاعمال والحاجات دي، وعرفت ان هو شخص عادي واسمه وائل او ابو وعد. فبقوله ربنا يخليها لك يا رب. قال لي انا مش متجوز. قلت له امال انت ازاي اسمك ابو وعد؟ قال لي لا لا، ده مجرد اسم من اسماء السماء يعني، مش اكتر من كده. ووائل زي ما قلت لكم كان شاب في الثلاثينات وكان طويل وبيضاني وعنده لحية خفيفة. يعني كان في نظرة غريبة قوي. كنت بحس انه لما بيبص في حاجة كده في عينه كأنه بيشوف اللي جوايا على طول. قعدنا نتكلم وانا حكيت له عن الاحلام اللي انا دايما بحلمها بالتفصيل، وكان بيسمعني باهتمام ومركز في كل كلمة بقولها له. وفي الاخر بعد ما خلصنا كلام قال لي ما تقلقيش ما تقلقيش، ان شاء الله خير. هاتي رقم تليفونك وانا هكلمك النهارده هقولك نعمل ايه بالظبط. المهم اديت له رقم تليفوني ومشيت انا وداليا. وبعد ما مشينا من عنده لقيت داليا بتسألني بتقولي حسيتي بإيه؟ قلت لها مش عارفة، بس أنا حاسة إن أنا مرتاحة ومش قلقانة زي الأول. وروحت البيت ودخلت عند حماتي سلمت عليها وقعدت معاها شوية. وروحت طبعا على طول لأني خفت لحسن جوزي يتصل عليا وأنا قاعدة معاهم. وعلى الساعة 9 بالليل كده لقيت موبايلي بيرن. فبصيت كده لقيت رقم غريب، قلت بس ده أكيد وائل. رديت عليه وطلع فعلا هو. وفضل بقى يتكلم معايا كتير جدا، وحسيت قد ايه ان هو مهتم بكل حاجة انا حاسة بيها. وفي وسط الكلام سألني هو مين عارف الموضوع ده غير صاحبتك؟ وقلت له مفيش حد تاني يعرف. قال لي طيب بصي مبدئيا كده، علشان تخفي من الموضوع ده وينتهي خالص لازم الموضوع ده يكون سر ما بيني وما بينك، ومفيش مخلوق تاني يعرفه. قلت له طيب ما صاحبتي عارفاه. قال لي بصي هبقى اقولك بعدين، بس انا عاوزاكي بس بعد يومين تعرفيه صاحبتك دي ان انتي خفيتي خالص، وانك كمان بقيتي كويسة وما بقيتيش تحلمي بأي حاجة، وتنهي مع صاحبتك الموضوع خالص، وما تحكيلهاش عن اي حاجة بعد كده بخصوص الموضوع ده، ولا حتى عن كلامي معاكي. اتفقنا؟ قلت له خلاص حاضر حاضر اتفقنا. وسألني هو انتِ متجوزة والّا لأ؟ قُلت له أنا متجوزة بقى لي سنة، بس لسه ربنا ما رزقنيش بأطفال. قال لي ما هو ده السبب، هو ده السبب اللي خلّاكِ لحد دلوقتي ما تخلّفيش. قُلت له إيه هو السبب؟ قال لي أنتِ في عليكِ جِن عاشق، وهو ده اللي معطّل موضوع الخلفة عندِك، وهو ده اللي بييجي ينام معاكِ بالليل. قُلت له أنت ليه بتخوّفني أكتر بكلامك ده؟ قال لي ما تخافيش طول ما أنا معاكِ، المهم تسمعي كل كلامي في كل حاجة أنا